عارفين مين هو الشهيد كيرياكوس؟ أصغر شهيد في المسيحية؟ زمان سنة 302 ميلاديا اتولد الطفل كيرياكوس في تركيا من عيلة غنية جدا ومن أكبر عائلات البلد. وأول ما اتولد كيرياكوس أبوه مات وفضل مع عمه يوليتا، بس ملحقش يكبر لأنه استشهد وهو عنده 3 سنين بس، وهو أصغر شهيد في المسيحية بعد شهداء بيت لحم. وساعتها كيرياكوس كان يدوب يعرف ينطق وبدأ يتعلم الكلام. وكان كيرياكوس ما بيعرفش يقول اسمه، بس كان يعرف يقول جملة واحدة بس أمه حفظتها له، وهي أنا مسيحي. وفي الوقت ده بدأ الإمبراطور ديكليتيانوس يضطهد المسيحيين في كل مكان، وساعتها خافت يوليتا على كيرياكوس جدا، لا يحصل له حاجة وكيرياكوس يتبهدل من بعدها. وبالليل خدت يوليتا كيرياكوس واتنين من الجواري بتوعها وراحت بيهم على سواحل سوريا. ولما وصلت هناك لقت في اضطهاد برضه، وساعتها هربت على طول على تركيا وتحديدا في طرسوس. ولما وصلت عرف الوالي انها مسيحية وقبض عليها هي والطفل كيرياكوس. ولما شافوا الجاريتين اللي حصل هربوا على طول وفضلوا يراقبوا الموقف من بعيد. وبدأ الوالي ألكسندروس يستجوب يوليتا وقال لها انت مين؟ ولكن يوليتا قالت له انا مسيحية. فقال لها ألكسندروس انا صعبانة عليا تموتي، شكلك بنت ناس. فقالت له احنا مش بنخاف من الموت وعمري ما هبيع المسيح. وساعتها اتجنن الوالي جدا وراح خاطف منها ابنها كيرياكوس. ولما شاف كيرياكوس مامته بتبعد عنه قعد يمدلها ايديه ومش عارف يوصل لها، وأمر الوالي بجلدها وفضل الجنود يجلدوا فيها. وساعتها الوالي قال لها ممكن تخلصي من العذاب ده كله بكلمة واحدة، سيبي المسيح واسجدي للأصنام. فقالت يوليتا كلامك ده ما ينفعش تقوله لعيل عنده 3 سنين. ورد عليها الوالي وقال حلو قوي، وبص للطفل كيرياكوس وأخد الوالي كيرياكوس ووداه عند الأصنام. وهنا تدخل الله وكيرياكوس بدأ يتكلم كأنه عنده 60 سنة، والناس كلها اتصدمت من الخلطة. وقال كيرياكوس شوية التماثيل بتوعك دول مش آلهة، ومفيش إله غير يسوع المسيح. واتخض كل الموجودين حتى ألكسندروس نفسه وخاف جدا، وحاول الوالي يلعب كيرياكوس، لكن كيرياكوس كان بيزقه بكل قوته ويضرب برجليه وفضل يقول الكلمة اللي كان حافظها أنا مسيحي. فاتغاظ الوالي جدا وراح ماسكه من رجليه وحدفه بعيد بكل قوة. وساعتها وقع كيرياكوس على دماغه ومات فورا. وأخد كيرياكوس وأمه يوليتا إكليل الشهادة يوم 15 أبيب.